بنحل الأسئلة اللي على كورس بايثون على موقع جمال تك. احنا بنحل النهاردة سؤال رقم 10 في lesson 1. طب تعالى نقرا السؤال نشوف طالب مننا ايه. السؤال بيقول write a Python program to print the following pattern. عايزنا نطبع الشكل اللي قدامنا ده. اللي ما يعرفش مثلا ترجمة السؤال ده، هو مترجمة هنا يكتب برنامج بايثون لطباعة النمط التالي. النمط ده اللي هو الشكل اللي قدامنا ده عايزين نطبعه، بس هو هنا مش كامل. ننزل سطر نكمله كده تمام. عايزنا نطبع الشكل ده بلغة البايثون. طب احنا طبعا قبل كده، اللي شاف الفيديوهات اللي قبل ده على طول واللي قبليها هيعرف ان احنا طبعا اشكال مختلفة بلغة البايثون وبطريقة سهلة جدا. فاحنا هنحل سؤال النهاردة بنفس الطريقة برضه، بس نزود طبعا عليها حاجات مختلفة علشان ده مش نفس الشكل اللي احنا حليناه المرة اللي فاتت. فهنيجي عند موقع بروجرامز اللي احنا بنحل عليه الأسئلة، ونبدأ بقى نكتب الكود اللي ينفذ النتيجة اللي احنا عايزينها. فهنعمل ايه؟ هنكتب امر برنت عشان نطبع. امر برنت بيتكون من كلمة برنت وقوسين وعلامة التنصيص اللي موجودة. اللي بين علامة التنصيص هو اللي انا بطبعه. اي حاجة بين علامة التنصيص بتطبع، هي ارقام، حروف، رموز، اي حاجة بتتكتب بين علامة التنصيص هي بتطبع قدامي على الشاشة. ندوس ران كده ونشوف هيطبعها بنفس الشكل اللي انا كاتبه بالضبط. طب انا مش عايز اطبع الشكل ده، انا عايز اطبع شكل مطلوب مني في السؤال. طب تعالوا نبص كده بصة على السؤال والشكل اللي طالبه مننا. احنا لو بصينا كده هنلاقي ان ايه الحاجة الملفتة بالنسبة لي، ان هو مثلا هرمين تحت بعض. ده ابسط حاجة ممكن انا استنتجها من الشكل قدامي. طب الحاجة التانية ايه بقى؟ الحاجة التانية ان هو السطر الاول فيه نجمة واحدة والتاني فيه 2. يبقى كل سطر بناء على رقم السطر انا مزود نجوم، بس ان في حاجة مختلفة ان انا بنزل تحت الاقي فيه السطور بتقل. يبقى في جزء مشترك انا لما اوصل عنده ببدأ بقى اقلل رقم السطور وبقلل عدد النجوم، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو السطر رقم كام؟ 1 2 3 4 5. يبقى انا لما اوصل للسطر رقم 5 ببدأ بقى اقل النجوم بنفس عدد النجوم اللي انا بدأت فيها من الاول. طب تعالى نحل بقى السؤال بنفس بناء على الاستنتاج ده. اول حاجة انا هعمل 5 سطور، كل سطر النجوم اللي فيه بنفس عدد رقم السؤال. السطر الاول انا هدوس نجمة واحدة. طيب تعال ننزل سطر كمان ونكتب برنت. سطر تاني هنضيف فيه نجمتين. طب بدل ما احنا نكتب برنت بقى كل شوية، احنا ممكن ناخد الكود ده كوبي ونضيفه هنا، نضيفه هنا كمان بدل ما نكتبه كل مرة لوحدنا، ونشوف بقى الشكل اللي احنا عايزينه. السطر الأول أنا طبعت فيه نجمة واحدة والتالت 2، يبقى التالت في كام؟ التالت فيه 3، والرابع فيه 4، الخامس فيه 5. طب انا لما اوصل بقى للسطر رقم 5 بعمل ايه؟ ببدأ اقلل عدد النجوم بنسبة النجمة واحدة بس. بنزل سطر، يعني 5 4 3 2 لحد ما انزل السطر الاول اللي هو نفس النتيجة اللي انا بعملها في الاول. فهعمل ايه؟ هنا 5 يبقى انا انزل هنا اخليها 4، لما 2 اخليها 4. طب بعد 4 اخليها 3، بعد 3 2، هي فعلا 2. طب بعد 2 اخليها 1. يبقى الشكل ده مش محتاج فيه السطور اللي تحت. طيب هل انا فعلا كده رسمت نفس الشكل؟ احنا لو بصينا للنظرة الاولى هنلاقي ان فعلا الشكل اللي انا كاتبه ده هو نفس الشكل موجود في السؤال. ولو انا دوست ران دلوقتي هيطبع معايا نفس الشكل ونفس الشكل موجود في السؤال. ده ليه بقى؟ لان انا اخدت سؤال، المفروض انا اخدت اوتبوت، المفروض اطلع نتيجة شبه الاوتبوت ده. طب انا لما ابص بقى على الاوتبوت ابقى اشوف ايه الحاجة المشتركة، ايه الحاجة اللي بنت الشكل ده. احنا عرفنا ان اللي بنى الشكل ان هو بيكتب سطور وبناء على رقم السطر بيزود نجوم، وبيجي عند حتة معينة يبدأ يقل عدد السطور ويقل عدد النجوم. طيب هندوس رن بقى ونشوف الشكل اللي طبعا معانا عامل ازاي. تمام كده طبعا معانا نفس الشكل المطلوب في السؤال. وده كان الحل بتاعي. لو عندك حل مختلف ممكن تسيبه في الكومنت.